طبعا مش معنى ان عندنا صدور فراخ يبقى بانيه ومكرونة. لا، زهقنا بقى من البانيه والمكرونة. احنا هنعمل بقى صدور الفراخ النهاردة بطريقة تجنن، حلوة جدا 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 ومشبعة وطعمها لذيذ جدا، عظمة بجد. والله بجد الوصفة دي رهيبة يا بنات. وايه، صدر فرخة واحد وهتأكلي عدد كبير من أفراد الأسرة يعني. ما شاء الله عليه، يعني الصدر فرخة كان صغير والله مش كبير. وجنبيه بقى رز مبهر كده بطريقة سهلة جدا جدا جدا، ومن غير أي افتكاسات. حاجة كده لذيذة، هتعملي أحلى غدا للولاد. ولا الصوص اللي مع الفراخ ده رهيب بجد، هتاكليه قبل ما تاكلي الفراخ كمان. طعمه لذيذ جدا جدا ما شاء الله. بس نصلي على سيدنا محمد الأول وندخل على المقادير بتاعتنا. هنجيب قلاية أو حلة أو أي حاجة نحط فيها شوية زيت كده ومعلقة سمنة أو زبدة. تمام كده. هنجيب بقى الفراخ اللي أنا مقطعاها شرايح رفيعة زي الشاورما كده، ده صدر فرخة يا بنات، مغسول كويس جدا جدا، وأنا مقطعاه للشرايح اللي هي بتاعت الشاورما دي. هنحطه بقى كده لما الزيت والسمنة يسخنوا علشان خاطر ما تتهريش منك. هنحط بقى ملح وكمون وفلفل أسمر، وهنقلب فيها الفراخ دي يا بنات على أعلى درجة حرارة، يعني النار عالية جدا. وفصين توم كده بقشرهم أنا ضغطت عليهم بالسكينة كده بس وحطيتهم. بعد كده هشيلهم عادي جدا. هنقلب بقى الفراخ بتاعتنا علشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها، لازم تبقى على أعلى درجة حرارة. طبعا اتحمرت معايا اهي. هنشيلها بقى. طبعا الفراخ يا بنات مش مستوية، يعني هي دلوقتي نص سوا، لسه هنكمل سواها. في نفس الطاسة أو في نفس القلاية نحط معلقة سمنة وشوية زيت. طبعا أنا نسيت أحطهم، هحطهم دلوقتي. حطيت بقى بصلاية كبيرة كده أنا مقطعاها قطع صغيرة، وهنشوح بقى البصلاية كده، وهنجيب 5 فصوص توم كده مقطعهم قطع صغيرة برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنحطهم مع البصلاية، وطبعا هنقلبهم كويس جدا لحد ما البصلاية تدبل كده. وهنجيب معلقة كبيرة من الدقيق، هنحطها مع البصل وهنشوح بقى لحد ما الدقيق ريحته تروح خالص. طبعا انا كنت نسيت احط شوية الزيت، هحطهم بقى دلوقتي لان الدقيق شرب السوائل اللي كانت في الطاسة كلها. هنحط بقى شوية زيت صغيرين كده وهنقلب بقى. هنشوحه كويس جدا. مننساش يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة اشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنجيب بقى كوبايتين من الشوربة، واللي ما عندهاش شوربة تحط كوبايتين مية ومعها مكعب مرق الدجاج. هنملح بقى الخليط بتاعنا كده، فلفل اسمر وملح وكمون، وهنجيب ليمونية كبيرة كده وهنعصرها. وهنجيب بقى كوباية من الحليب بالقشطة بتاعته بدسمه كده. ممكن مفيش حليب تجيبي علبة قشطة اللي هي بتبقى في السوبر ماركت دي، بس الحليب يا بنات لازم يبقى كامل الدسم بالقشطة علشان خاطر يبقى طعم الخليط بتاعنا كويس. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا حمرناها وهنقلبها تقليبة بقى كويسة كده. طبعا انت لازم تدوقي وتشوفي هي محتاجة حدقها عامل ايه يعني. طبعا ده بقدونس، انا ما لقيتش عندي بقدونس فريش، جبته من الفريزر وحطيته عادي جدا يعني. ده اللي موجود عندي، بس لو عندك فريش يبقى افضل طبعا. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي، خدت وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. هي قربت تدخل في السوا يا بنات. طبعا لازم نغطيها عشان السوائل دي ما تتبخرش مننا. نغطيها ونقلبها لحد ما تستوي. شايفين الجمال يا بنات؟ طبعا انا عملت الرز ده كده لوحدي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. الرز يا بنات انا حطيت معلقه سمنه ومعلقه وشويه زيت كده، وحطيت فيهم معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره كاري، وورق لورا، وحطيت معلقه صغيره بابريكا، وحطيت ايه تاني شويه كزبره ناشفه والسبع بهارات وبس كده، وقلبتهم تقليبه كويسه كده وحطيت فيهم الرز واديته تشويحة كويسة كده وسقيته مية لحد ما استوى. عظمة بجد يا بنات، جربوها جربوها ومش هتندموا، وبألف هنا وشفا للي يجربها.